بعد أن قامت الحكومة الكويتية باستحداث نوع جديد من التأشيرات، ومنهم تأشيرة الدخول لممارسة بعض الأنشطة الرياضية والثقافية وأيضا الأنشطة الاجتماعية، ويتم العمل على إصدار هذه التأشيرة من خلال الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وطبقا للطلب الذي قد تم تقديمه عن طريق إحدى المؤسسات أو الأندية الرياضية أو حتى الهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية بالبلاد. كما قد قامت الحكومة بتحديد مدة الإقامة الخاصة بكل تأشيرة، وأيضا كيفية الحصول عليها وكم تبلغ تكلفتها. ويتم اختلاف تأشيرات الدخول لدولة الكويت طبقا للغرض من استخراجها، حيث يوجد العديد من أنواع التأشيرات، ومنهم تأشيرة الزيارة العائلية وتأشيرة السياحة وأيضا تأشيرة الدراسة، بالإضافة إلى غير ذلك العديد من أنواع التأشيرات الأخرى، مثل تأشيرة السياحة والتي تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالزيارة أو السفر لدولة الكويت لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى الإقامة بها لمدة قد تصل إلى حوالي 3 أشهر. تأشيرة الإقامة تعد تأشيرة الإقامة واحدة من التأشيرات أو الفيز التي يتم القيام بتقديمها للدخول للكويت، وينقسم هذا النوع من التأشيرات إلى 3 أنواع، وهما تأشيرة الزيارة العائلية والعمل والعمالة المنزلية. وكل نوع من هذه التأشيرات لديه شروط وإجراءات يجب إتمامها، وذلك لأجل استخراجها. ويعد هذا النوع واحد من التأشيرات التي يتم القيام باستخراجها، وذلك في حالة الرغبة بالعبور بدولة الكويت، سواء كان ذلك عن طريق أحد الموانئ أو المطارات للسفر لدولة أخرى.